السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم عندنا الحلقه الاولى من المسلسل المغربي الجديد بغيت حياتك. في اول مشهد كنشوفوا سهام كتوقف السياره ديالها، ومن وراها سياره نقل الاموات اللي كتحمل التابوت ديال الزوج ديالها اللي مات في كندا وجايباه باش دفنوا في الدار البيضاء، وكتبان العلاقه بيناتهم ما كانش مزيانه. من بعد كنشوف واحد السيد هاز شي بلايص كيهبطهم من الطوموبيل لحقاش كاينين البوليس في الطريق، ولكن هذه اللي الاسم ديالها وفاء كتبقى تطلب فيه باش ما يحطهاش لحقاش عندها واحد لونتروتيان، ولكن هو والو في الاخر خدات ليه الكونطاك ولاحتو. وفاء عندها دبلوم في الصحافه واللغه الانجليزيه، والحلم ديالها تولي صحفيه وتولي مشهوره. هذه بسمه كانت خدامه في الخليج وهربت للمغرب تبع الباترون تاعها وبغى ياخذ منها الصاك اللي فيه الفلوس. ما بغاتش تعطيه الصاك، جبد عليها موس، غوتات وقالت ليهم شفار. عاونوها الركاب وهبطوا خونا من الكار. وهذا قاسم وفوزية عايشين في سعادة وكيحتفلوا بعيد زواجهم العشرين. بس ما كتشكر هاد السيد لحقاش عاونها، كتطلب منه التليفون باش تهضر مع خالتها اللي في كازا وما كتجاوبهاش وكيبقى يتقرب منها. وفاء دايره لوطوستوب باش تمشي لكازا لحقاش ما عندهاش الفلوس، دايره فيها سوريا وهزاتها واحد الطوموبيل ولكن غير غتقربها. بس ما طلبات من خونا يوصلها معاه للطوموبيل فاش يوصلوا، ولكن هو كيخبرها بانه ما يقدرش لحقاش الطوموبيل تاع مراته، كتنوضها معاه لحقاش كانت كتظن انه ممزوج. هذه صوفيا قربت تولد وهذا راجلها شكيب كتطلب منه يكون معاها في وقت الولاده، كيقول ليها التليفون بيناتنا الا كانت شي حاجه، وكيخرج مع ولاده. سهام كتصل بصوفيا توجد ليها الفلوس لحقاش كاريه ليهم الفيلا، حتى كيوقف الكار قدامها وكيهبطوا، بس ما لحقاش نوضات الفوضى. كتصادح مع وفاء اللي كانت بغات تطلع وكتدفق عليها شي حاجه، كيبداو منوضينها بيناتهم، كيمشيو للطواليت باش يغسلوا، كيبداو يتخاصموا حتى كتوقف عليهم سهام كتقول لهم بانها غاديه حتى هي لكازا وغتوصلهم معاها، ولكن غيخدموا معاها واحد الخدمه في الطريق. كتشرح ليهم بان بناتها ما بغاوش يجيو يدفنوا باهم وهما غيمثلوا بانهم بناتها. كتوصل للفيلا اللي كارياها، كتبقى تعاود ليهم على صوفيا بانها المراه الثانيه ومزوجه براجل كبر منها وعنده 2 ولاد. وصوفيا كتهزها لابيلانس. وفاء كتطلب منها تعطيها التليفون باش تتفرج في ساره اللي كتحماق عليها. هاد ساره كتقدم واحد البرنامج مشهور. من بعد كيوصلوا للدار باش يعزيوهم الناس، كيتلاقاو مع امها اللي كيدخلها الشك في بناتها، وسهام كتقنعها بانهم مده ما جاو وكبروا وتبدلوا شويه. ومن بعد كنشوفوا صوفيا في الكلينيك كتولد وليد، وكتبدا تقاد في الماكياج لحقاش غيجي راجلها. بويا عمر صافي واش هذا وقت الماكياج؟ كتجي عندها امها كتسلمها وما كيعجبهاش هادشي اللي كدير فيه، حتى كيوصل راجلها اللي كيهضر في التليفون كيسلم عليهم وكيقول لهم سمحوا لي تنكمل المكالمه. وصوفيا كيبقى فيها الحال لحقاش راجلها ما شافش فيها. البنات كانوا بغاو يمشيو لحصلاتهم سهام وطلبوا ليها 1000 درهم باش يكملوا معاها. وافقات. كيخرجوا كيبقاو يبكيو على باهم شويه، كتقول لهم يمشيو يرتاحوا. كتجي خد سهام اللي هي ساره اللي كتقدم البرنامج باش تعزيها، ولكن هي ما كتبغيش لحقاش مخاصمه معاها. من بعد كنشوفوا قاسم كيضرب كويسات تاع الشراب خونا. كتوصل فوزيه كتوصلها ليا جارتها لحقاش شافت الخاوي في طارو ديال الزبل، كيبقاو يتناقروا. كتدخل وكتبقى تخاصم فيه بانه ديما داير ليها الشوهه مع الجيران، وبان الله ما عطاهمش تريكه بسبب هذا الشيء. كيمشي يدوش وكيطلب منها تسمح ليه، ومع فوزيه قلبها كبير سامحات ليه. كتصل بها اختها وكتخبرها بان بسمه هربات من الامارات وجات للمغرب. البنات كيكملوا خدمتهم وكيمشيو. هذا كريم خدام مع ساره، مشى يدوز واحد الكاستينغ بلا ما يخبرها، تقلقات منه وبدات كتقدم البرنامج ديالها. وكنشوفوا وفاء مع الجمهور اللي حاضر البرنامج. كريم كيقول لها كون خبرتك ما غتخلينيش نمشي، وبانه بغاها تعاونو باش يوصل. هي كتقول ليه ماشي مشكل، ولكن خاصك ما تخبي عليا والو. ساره كتخرج وكيتبعوها المعجبين ديالها باش يتصوروا معاها. كتجي وفاء وكتسرق ليها الفولار.
كتوصل بسمة لعند خالتها فوزية وكترحب بيها. كتدخل سهام لبيتها اللي فيه الشاشة ديال الكاميرات، بيتها اللي كارياه شكيب. شكيب كيدخل الدار وكيسولوه ولادو على صوفيا وكيخبرهم بانها باقا في السبيطار، وكتبان سهام اللي كتراقب كلشي. وكتنتهي الحلقة ديالنا، وما تنسوناش من الدعم ديالكم بالاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وشي كومنتير زوين يشجعنا باش نكملو. وموعدنا في الحلقة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.